هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ جيتكم فيديو جديده، وهذا الفيديو هذا غادي نهضروا على الموضوع اللي شحال ما درت عليه اللي هو الباك. دونك ان today's فيديو غادي نقول لكم كيفاش هاد الشهرين هادي خصها دوز، الاشياء اللي خصكم ديروا باش ملي يجي وصل الوطني تلقى راسك واجد. اول تالي في هذا الفيديو هذا شنو خصك دير في الاخر ديال شهر 4، شنو دير في شهر 5، وشنو غادي دير في داكشي اللي كيبقى لك في شهر 6 قبل الوطن. الوغ بالنسبه لاخر ديال شهر 4 شنو خصكم تكونوا درتو فيه؟ اول حاجه خصكم تكونوا الاس في تي والفلسفه تكونوا بحال ضابطين فيها 90% بحال هكا، يعني الحفاظه محيدينها عليكم. لازم تبين انكم خصكم تكونوا ضابطينها 100%. اللي خصكم تعرفوا ان مثلا اذا تحط لكم مثلا شي وطني ولا شي اكزامان بلون ولا شي حاجه بحال هكا، ولا بدا كيتناقش الموضوع على شي درس، تكون عندك واحد الايده اللي هي جينيرال، ماشي بالضروره لي ديتاي ديال لي ديتاي، على الاقل تكون عارف داكشي المهم ديال انك غادي تجاوب على لي باز، الاشياء الاساسيه. داكشي ديال لي ديتاي ماشي بالضروره تكونوا ضابطينه في الاخر ديال شهر 4، ولكن كنهضر لكم انا على داكشي المهم غاديش تردد فيه باش تبغي تجاوب عليه. لعبه اخرى في المات، حيت دابا تكونوا تقريبا قربتوا تساليو الدروس ديال المات في الاخر ديال شهر 4 ولا كاع غتساليوهم في الاول ديال شهر 5. المهم المات غير كيسالي مقارنه بالفيزيك. خصك تكونوا بديتو كتخدموا التمارين صعاب في كل ماتير، يعني بمعنى غادي تاخذ واحد الدرس وغتقول لهم غادي نخدم هاد التمارين هادو فيه، غادي تحاول تقلب على تمارين جداد، تقلب على هادي شي حوايج اللي عمرك ما شفتيهم تحاول تقلب عليهم، شي حوايج اللي عمرك ما خدمتيهم باش تنوع من داكشي اللي خدمتي وتلقى افكار جداد. ولا مثلا اذا لقيتي شي تمرين جديد ديال المات، شي طريقه جديده في الخدمه ديال المات، تكون ساهل ليك انك تستوعبها ومثلا تولف على الخدمه بها بما يوصل الوطني. فهمتوا؟ انا ماشي حتى الايامات الاخرى عاد تقلب على تمرين صعاب والفكره ما غتخليكش راسك غادي تستريسيك على الخوال الخاوي. دونك من الاحسن دوك التمارين صعاب ديروهم دابا باش يلا تخليك الفكره ديالهم راسك وما تستريسيكش. المهم الفوكس ديالك الاساسي غادي يكون على تمارين محدده في شي دروس محددين اشاك فوا. فهمتوني؟ لكن باراليلمون خصك ضروري تخدم دي زيكزام بلان ولا دي زيكزام بحال اللي يعطيك البروف ولا شي حاجه بحال هكا باش تعرف راسك واش كابابل انك تجيغ الوقت ديالك. ماشي جالس كتخدم تمارين صعاب وانت دير بزاف ديال المجهود ولا كتاخذ بزاف ديال الوقت باش تفكر في الجواب ديال ولا شي حاجه بحال هكا. دونك خصك تعرف راسك واش انت كابابل انك تجاوب في داك الوقت المحدد ديال ليكزام. هذا كيوقع عند بالتدريب، يعني يقدر في الاول تجرب شي اكزامان بلون وما يقدكش الوقت تساليه كامل في ديك لا بيريود ديال ليكزام، ولكن it doesn't mean انك من بعد ما تبراكتيسي ديرها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وتحاول تلقى لي لاكون اللي عندك والمشكل اللي كيوقع لك في وسط الخدمه اللي كيخليك تعطل. هذا كله اساسي وخصك تعرفوا على بكري باش تصحح لي فوت اللي كدير باش في ليكزام تعرف تجيغي الوقت ديالك، حيت الوقت اهم بزاف من الكونتوني ديال داكشي اللي غادي تحط ليه. حيت تقدر تكون عارف الجواب وما عندكش الوقت وما قادرش انك تطبق كلشي في ديك الفتره الوجيزه اللي كيعطيوك. هاد الاشياء هادو كنخدموا عليهم قبل الوطني بشهرين باش كنولفوا على كلشي. اون فوا غيدخل الماي غتبقى دير نفس الحاجه بالنسبه للمات الخدمه ديالو كامله كتكون دايره بحال هكا. باغ كونطخ بالنسبه للفيزيك خصك تبقى تعرف كيفاش دير الخدمه بين التمارين ديال اس 1 وديال اس 2 ديال بروميير سيمستر وديال دوزيام سيمستر، تعرف كيفاش تخدمهم كاملين بهم، مع انك خصك تعطي الاهميه للدوزيام سيمستر حيت الدروس ديال دوزيام سيمستر صعب بزاف من الدروس ديال بروميير سيمستر. بالنسبه للفيزيك النصيحه اللي نعطيكم هو خدموا الوطنيه ديال سيونس مات. اذا كنتو بيسير راه ماشي حتى انت بيسير ما تقدرش تخدم داكشي ديال سيونس مات، بالعكس في الفيزيك ماشي بحال المات تقدر تقول المات ديال سيونس مات مختلف بزاف على المات ديال الناس بيسي زعما من ناحيه الخدمه، ولكن بالنسبه للفيزيك راه تقريبا نفس الحاجه، غير سيونس مات عندهم صعوبه اكثر وعندهم تمارين اللي هما مور تشالنجين وكيكونوا مبدلين بزاف. مي لي نوسيون اللي عندكم راهم بحال افيك كلكو ديفيرونس. بكم دوك لي ديفيرونس راه كيبانوا لك باش كتكون كتخدم كتعرف راسك ان هاد لابارتي اللي ما عندكش انت في لي كور ديالك ولا حباده. اذا لقى لك شي بارتي ما فهمتيهاش سير سول شي واحد شي فريند ديالك ولا سير سول شي بروف، حيت تقدر تكون انت اللي ما عارفش ان ديك لابارتي عندكم. دونك هذاك الشيء كنقول لكم خدموا التمارين ديال سيونس مات حيت دي ار مور تشالنجين وكتخدم فيهم عقلك اكثر. او كونترير ديال التمارين ديال بي سي كتلقاهم هما تقريبا نفسهم اللي كيتعاودوا كل عام. دونك كيبقى يجيك داك الشيء نفسو كتعاود تخدم وكيجيك راسك ما كتخدمش كاع. دونك باش كتخدم التمارين ديال سيونس مات كتحس براسك كدير شي حاجه. صح نقدر نعطيكم يعني اون فوا تبان لكم شي تمرين ماشي هو هذاك اللي جاكم صعيب تخدموه ولا اللي ستراغلد ا لوت ولا خدا لك بزاف ديال الوقت باش تفهموه ولا ما فهمتيش شتي الكوريكسيون وبان لك شي ميثود جديده، كننصحك دير واحد الكارني ديالك اللي غادي تقسموا على العدد ديال المواد اللي عندك. وهذا العدد ديال المواد هادو في كل بارتي بداك الكارني هذا كتبقى تكتب التمرين مثلا فلاني هاد ليكزارسيس نيميرو 2 في الناسيونال رقم كذا هذا زعما انا اي ستراغلد ويز، وش من سؤال اللي ما عجبنيش وش من سؤال اللي كان عندي فيه المشكل. لا تكتب
الكوريكسيون ديالو، كيفاش لقيتي ليه الحل و everything you should know about هذاك التمرين ولا هذاك السؤال. هادو غادي تخليهم ومن بعد غادي يقول لك كيفاش غادي تحتاجهم. المهم هاد القضيه هادي حاولوا تركزوا عليها، حيت تخدم تمارين صعاب ومن بعد تنساهم راه ما غيفيدك فوالو. اذا ما كنتيش غادي ترجع لداك الشيء وغادي تعاود تشوفو ولا غيماركي لك الذاكره ديالك وغادي يبقى لك ديما لاصق لك في راسك. واهم حاجه في شهر 5 هو ديروا ان بروغرام اللي غادي يخليكم تاكلوا كاع الاشياء، اللي غادي يخليكم تجربوا تخدموا كاع المواد وتكونوا زعما كل ماده كتعطيوها الحق ديالها. انا نقول لكم بروغرام اللي كدرت وكنت ديجا هضرت لكم عليه وكنعاود نقولوا لكم. في واحد الوقيته صافي حبسنا لي كور في المدرسه، دونك بديت كنخدم في الدار راسي، ولكن ما كاينش كيعني انني كنفيق حتى ل 12 حتى لوحده داكشي بشويه عليا. المهم شوفوا هادشي انا كنقول لكم شنو درت انا، شوفوا نتوما ادابطيوه على حساب واش كتقدروا تخدموا في الليل واش كتقدروا تخدموا في الصباح. المهم انا كوم اون بيرسون اللي كيعجبها تخدم الصباح كنت كندير هاد اللعيبات هادو، كنت كنفيق بكري مع 8 ديال الصباح، كنفطر فطوري عادي جدا، من بعد كندوز المواد ديال الحفظ حيت العقل ديالنا كيكون ماشي غير كتفيق، كتكون باقي ما درتيش بزاف الاشياء، كيكون كابابل انه يستوعب المعلومات اكثر ويبقى عاقل عليهم. دونك شنو كنت كندير انا، كنت ديك الساعه كنبقى نحفظ الفلسفه ولا كنحفظ الاس في تي، سا ديبون، كنبقى الالتيرني بيناتهم كل نهار الماده ديالو، يعني فهمتي. اليوم نقرا الفلسفه، اليوم حفظت الفلسفه، غادي نحفظ لا غدا اس في تي. هو اكشلي راه ماشي كتحفظ حيت كما قلت لكم راه في شهر 4 راه حفظنا داك الشيء الاساسيات، بحال كتثبت المعلومات وكتعاود تحفظ داك الشيء وكتراجع وكيجيك سهل، يعني ما ياخذش لك كاع فوق جوج سوايع، وانت زعما اذا تقلتي راه ما يفوتك جوج سوايع. شنو كنت كندير، كنت مثلا في الصباح كنقرا مثلا الفلسفه ولا اس في تي. افترضوا ان نهار الاثنين فقت في الصباح حفظت الفلسفه، اختاريت ان داك النهار حفظت الفلسفه، صافي حفظت الفلسفه واحد جوج سوايع ديالي ولا كاع اكثر. المهم على حساب نشوف انت شحال بغيتي تعطي لا ماتير، على حساب لي كيفاش كتحس براسك مع ديك لا ماتير، واش كتحس براسك خصك تعطي فيها اكثر ولا كتجيك ساهله. بالمور ما كنسالي الحفظ ديال ديك الماده اللي اختاريت نحفظها في داك الصباح، كندوز موراها الفيزيك. كيفاش كنت كنخدم، كنت كنبقى نخدم الوطني ديال ساينس مات، فهمتوني ضروري كنت كنخدم كاع صراحه ليكزام ديال البيسي. كنت مره باش كنبغي مثلا الطفل الجو ولا شي حاجه بحال هكا، بس صراحه واز فوكس مور على الوطني ديال ساينس مات، حيت هما اللي فيهم الخدمه بزاف وهما اللي كنت كنلقى فيهم الراحه ديالي، كنت كنكون مرتاحه وانا كنخدمهم. حاجه لايك راه صافي خدمت الماكس، خدمت الصعيب ديال الصعيب، يعني ما ندير شنو نخسر. كنبقى نخدم داك الوطني بحال هكا، كنبقى نخدم حتى كنعيا. كنت مثلا كنخدم جوج ديال الوطنيات على حساب، شوف نتوما عاوتاني والمود ديالكم. و ات ذا سيم تايم كيكون حدايا داك الكارني باش اذا لقيت شي تمرين اللي ما عرفتش ليه ولا لقيت دي ديفيكولتي انني نخدم ليه، كنت كنكتب الرقم ديالو في داك الكارني باش من بعد نرجع ليه. انا نقول لكم وقتاش كنت كنبقى نخدم حتى كتوصل ديك مثلا 4 بحال هكا، كان صافي كندوز كنبدل الهيت. اوكي وراها كنخدم اس في تي. نشرح لكم اس في تي كيفاش كنت كنبقى نخدم باغ لو سون، يعني كناخذ الدرس ديال اس في تي كنهبط عليه كاع لي زيكزارسيس اللي فيه في كاع لي ناسيونال اللي كنت كنخدم ديال سيونس مات ديال الفيزيك وديال الاس في تي، راه يمكن لك تخدمهم كاملين. كاينين شي شعاب اللي فيهم الدروس زيادين دوك بالطبع ما غاديش تخدمهم، غادي تاخذ داك الشيء اللي انت عارف كيفاش تخدمو. نختار الدرس اللي باغي نقرا داك النهار، كناخذ كاع التمارين اللي كاينين في كاع الوطنيات ديال كاع الشعاب ديال داك الدرس المحدد اللي باغي نقرا داك النهار، فهمتوني. دونك ماشي كناخذ وطني كامل وكنخدمو دو ا زد، كنت نخدم التمارين باغ لو سون، يعني كناخذ من الوطني غير الدرس اللي كنقرا في ديك اللحظه وكنخدمهم بحال هكا بالترتيب. مراها كنت قليل بصراحه، ما كنتش كنديرها دائما. اذا كانت عندي الكانه كنت كنمشي كنطلع على شي وطني ديال الفلسفه. اش كنت كندير، كنت كنقرا المواضيع اللي كاينين، كنحدد المنهجيه اللي غادي نخدم بها، كنحدد كاع لي زانفورماسيون نيسيسير اللي غادي نحتاج باش نكتب موضوع مقالي. ماشي بالضروره نكتب الموضوع، حاجه خصني نخرجها من داك الموضوع اللي لقيت ديك الساعه كناخذها وصافي، بحال كنرسم الموضوع في دماغي وصافي. انا نقرا واحد الموضوع، قريت واحد السؤال غادي نخرج منه المجال المحور والمفهوم، صافي كنخرجهم بحال هكا. كنقول شكون هما الفلاسفه اللي مع هاد الفكره هادي، شكون هما الفلاسفه اللي ضد هاد الفكره هادي، كنعرض في راسي الافكار ديال كل فيلسوف دوك الفلاسفه اللي جاوني عندهم علاقه بالموضوع وصافي ذاتس ات. راه كنت هضرت لكم عليه في واحد الريل في انستغرام، المهم هو انستغرام ديالي فون تشيك اوت داك الريل. المهم راه حيت انا في الطريقه ديال الحفاظه ديالي باش كنت كنوجد الفلسفه، وجدت على اساس انني حفظت الاراء ديال الفلاسفه، حفظت المناقشه الداخليه كيفاش غادي تكون، حفظت الفهم ديالي كيفاش غادي يكون. دونك everything كان عندي واجد، يعني ما كنتش كنحس براسي عندي الاحتياج انني نكتب موضوع مقاله باش نتما راه خدمت الفلسفه. حيت اذا غادي تكتب وصافي راسك عندك اسلوب مزيان ومتاكده من داكشي اللي غادي تكتب في الوطني زعما يو كان دو بلا انك متدرب، يعني ما عندك علاش حتى الشغل ماضي على الوسط جوج سوايع باش تكتب موضوع مقالي وديجا انت عارف راسك تكتب there's no point. اوكي هادشي هذا كنت كنديرو مع الفلسفه. ونفس الحاجه صراحه بالنسبه للونجلي ما كنتش كنخدمها دائما. انا اللونجلي صراحه ما كنتش عاطيها واحد الاهتمام حيت كنت ديجا عندي لي باز عارف راسي غادي نعرف نخدم في الوطني. دونك كنت غير مثلا كنشوف شي وطني بحال هكا كنخدمو جد فيه، كنشوف شي رايتين بحال هكا كنقول شنو خصني ندير وشنو ما خصنيش ندير وصافي ذات سيت بالنسبه لي انا. ولكن اذا كان عندكم ديال لاكول في اللونجلي راه بالطبع غادي تخدموا اكثر وبالطبع غادي تعطيوها الوقت اكثر حيت كما قلت لكم خصنا نعرفوا كيفاش نعطيو الوقت على حساب الاحتياجات ديالنا. صافي
صافي بالنسبه للماط، بما انني انا كنت في الليل كاع كنت كنخدم الماط، ولكن راه ما كنتش كنخدم شي مجهود خارق، حيت كما قلت لكم انا شحال هادي كنت في الاخر ديال شهر 4 وفي الاول ديال شهر 5 راه كنت مركزه على الماط بزاف، كنت كنخدم ليه التمارين ديالو، كنت كنخدم تمارين صعاب لي فيه، دونك ما كنتش كنحس بالاحتياج انني نخدم الوطنيه ديال الماط بزاف، كنت فهمتيني حتى اذا خدمتو كنخدمو فيت فيه، حيت كان كيجينا داكشي زعما ماشي شي حاجه. مثلا درتيه نهار اثنين، نهار ثلاث غدير نفس الحاجه، ولكن الديفيرونس الوحيده اللي غادي تكون هي بداك الصباح ديالك ما غاديش تقرا الفلسفه، غتقرا اس في تي، تبقى الالتيرني بيناتهم بحال هكا. وغيكون مثلا اليوم قرات مثلا اثنين قلنا قرانا الفلسفه ياكو في الصباح، ثلاث قرات اس في تي في الصباح، مثلا نقدر نفترضوا قرات واحد الكور في اس في تي داك الصباح، ثلاث في العشيه، ونهار الاربعاء في العشيه باش نبغي نخدم تمارين في اس في تي غادي يكونوا في داك الدرس اللي قريته نهار ثلاث في الصباح، فهمتوني؟ دونك باش كيبقاو الافكار ديالي منظمه، ماشي قريت درس في الصباح مثلا نهار ثلاث قريت شي درس وجي في العشيه ونخدم شي درس واحد اخر، ولا غدا نخدم شي درس واحد اخر. داكشي خصو يكون باش عقلك عاوتاني ما يبقاش يمشي بعيد بحال هكا، يبقى يتخربق غير بوحدو، خصك انت تعاونو شي شويه وتخليه مرتاح. صافي كيدخل موراها شهر 6 وكتلقى راسك بقى لك تقريبا سيمانه باش يكون الوطني. فهاد لا بيريود هادي كترجع كتبقى تركز على لي ريزومي ديالك كثار، كتبقى تخدم، كتبقى تشوف القواعد ديالك، اذا شي حاجه تنسات اللي كتركز عليها، وكنرجعوا داك الكارن اللي هضرت لكم عليه شحال هادي اللي فيه تمارين اللي صعاب، ولا شي ميثود جديده اللي تعلمتيها ولا حاجه بحال هكا، هذاك ولا غادي تبقى تطلع عليها، تبقى تشوف التمارين اللي ديجا خدمتي وكانوا جاوك صعاب ولا حاجه بحال هكا، غتعاود تخدمهم في ديك لا بيريود. داك الاسبوع الاخراني اللي بقى لي ميثود جداد اللي اكتشفتي في ديك لا بيريود هذيك كامله غادي تحاول تعاود تخدم بهم في ديك 7 ايام الاخرى. اهم حاجه تشوف التمارين دو باز، يعني ماشي تبقى تخدم تمارين صعاب، تبقى تقلب على تمارين جداد صعاب. التمارين صعاب اللي غتخدم تكون تمارين اللي ديجا خدمتي، زعما التمارين اللي ديجا خدمتي وديجا شفتيهم وعرفتي كيفاش تخدمهم. غير التمارين اللي خصك تركز عليهم اكثر هما لي زيكزارسيس دو باز، يعني التمارين ديما كيتحطوا في وطني، شي حاجه اللي ضروري كتحط في الوطني، مثلا داكشي ديال ار او ال، داكشي ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال، داك اللعبه، داكشي اللي مثلا في الفيزيك اللي ديما كيتحط، يعني يمكنش شي وطني يدوز ما فيش ديك اللعبه هذيك، ولا يمكنش شي وطني في المات يدوز ما فيش ديك اللعبه في هذيك. وفي اس في تي مثلا دوك لي زانفورماسيون نيسيسير اللي كتستخدمهم في لا ريستيتيوشن دو كونيسونس. And guys, this is the end of today's video. I hope you enjoyed it. If you did, please tell me في الكومنت سيكشن. اذا كانوا عندكم دي كيسيونز اكتبوا لي في الكومنت سيكشن، باش اذا بانوا لي اسئله بزاف نقدر ندير لكم اون فيديو واحده اخرى نجاوب فيها الاسئله ديالكم مباشره، ولا كاع سيروا عندي في انستغرام، راه كندير بزاف ديال لي ريل على ودات الباك وهاد اللعبات هذا. I'm trying to work on it. دونك يمكن لكم تصيفطوا لي شي ميساج نهار مثلا درت شي ستوري درت لكم فيها كيو اند اي، سولوني اسئله تما، راه الكيسيون ديالكم اما كنجاوب عليهم في دي ستوري ولا كنجاوب عليهم في دي ريل. دونك بحال هكا it will be easier for you. غادي نعطيكم الجواب في الصميم، يعني السؤال باين والجواب ديالو باين، ماشي تفرج فيديو طويله باش تلقى جواب صغير. The end and bye, see you in the next one.